احنا بنتكلم في الخامات. الكلام ده مش هيتعمل الا بعد الحقن. فانت هتحقن الاكسين دول كده، العمود ده والعمود ده، واحنا ماشيين كده لغايه اخر المبنى. ده هيتحقن من 8 متر تحت لغايه اخر متر فوق. بس هنضطر نصب بره. يعني انت هتحقن ازاي يا باشمهندس؟ نحقن من هنا كده، نحقن من هنا. هنحقن المبنى. يعني هتحقن المبنى انت انا ما عنديش حقنه في البيت هاجي اعملها. ده لسه في دكتور استشاري كبير استاذي وراجل عنده 76 سنه، يعني اكبر منك قد بريمه. طب قول بس هيحن يعني ايه؟ ما سيبك من بريمه وكده ومواسير كده، هيحن يعني ايه؟ يعني هيعمل زي خوازيق تحت. لا 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 مفيش خوازيق. ازيك حبيبي؟ ربنا يخليك. عزت صاحب البيت. يا اهلا وسهلا حبيبي، والله يا عم هات مهندس يقف معاك. هو مهندس اللي عاملها. مهندس عامل ايه؟ هو مهندس يجي يشتغل من غير ما يعمل جسه للتربه ويعمل احلال للتربه؟ كان اقل. معمول ازاي؟ معمول كل حاجه. طب انت عندك هبوط يا سيدي، وخلي بالك المبنى ده مايل ميله جامده. هات جهاز توتال ستيشن واوزن انت كده البيت كده والبيت كده. انت عند الناصيه البيت جاي كده، وفي اقل حاجه انت بتتكلم في 8 سم او 10 سم ميل. ده غلط عليك. انك هو ده بالنسبه له ممكن يحولها الارض دلوقتي وما يشتغلش ويسيبها لغايه انت ما يحصل عندك اللي يحصل. فانت حرام بيتك انت حبيبي، انا جاي للكل ربنا يبارك فيك. مش جاي